بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هتكلم معاكم موضوع مهم جدا جدا، يا ريت تركزوا عليه. طبعا بقالي فترة ما بعملش على اليوتيوب، أنا شغال على التيك توك، كل يوم بعمل لايف الساعة 6 مساء، 6 أو 7. النهارده إن شاء الله برضه الساعة 6 بعد ساعة كده إن شاء الله. أنا بتكلم على كلام ممكن أول مرة تسمعوه في حياتكم. أنا بقول بتجربتي الشخصية، اللي قدامكم 59 سنة، الحمد لله شغال على نفسي بقالي 20 سنة خالي من جميع الأمراض. وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى وبالوعي. مفيش حاجه اسمها مرض، مفيش حاجه اسمها شيخوخه، مفيش حاجه اسمها وحده، مفيش حاجه اسمها غربه، مفيش حاجه اسمها موت. طبعا انت تستغربوا واول مره تسمعوا الكلام ده. مش تسمعوه من دكاتره ولا تسمعوه من العلماء، تسمعوه من عبد الله. اشتركوا في قناه يا جماعه، خشوا على التيك توك واسمعوا وشوفوا الكلام اللي انا بقوله. شباب 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 59 سنه في شهر 10 60 سنه، 60 سنه ان شاء الله. ليه؟ لان انا بقول مفيش شيخوخه، لان انت روح، احنا روح مش جسد، احنا روح جوه جسد. معايا؟ انا مش الجسد ولا العقل ولا المشاعر ولا الافكار ولا شخصيتي ولا اسمي ولا اي حاجه، انا روح. فالروح دي ربنا سبحانه وتعالى حطها في جسمنا جوه. فالجسم بيتحط في التراب والنفس بتموت، الروح ما بتموتش، يبقى احنا ما بنموتش. تمام؟ وانا بقول شيخوخه، احنا ما بنكبرش لان الروح ما بتشيخش. مش كده ولا ايه؟ المرض، انا مهتم 20 سنه، مهتم بنفسي بالاكل، بنام بدري واصحى بدري. امبارح كنت عامل 3 ايام صيام الميه، بعمل كل شهر 3 ايام صيام الميه. النهارده الحمد لله صايم الصيام الشرعي، بصوم اثنين وخميس صيام شرعي الحمد لله، والايام البيض كمان. وبعمل الصيام المتقطع 8 ساعات باكل، 16 ساعه ما باكلش، هبدا من بكره ان شاء الله. تمام؟ يعني بعمل في الشهر 3 صيام الشرعي مع صيام الميه مع الصيام المتقطع. ما باكلش ولا الرز ولا المكرونه ولا البطاطس ولا اللحمه الحمراء، بتجيب سرطان. اللحمه الحمراء بتجيب سرطان، والرز والمكرونه والبطاطس بيجيب الضغط والسكر. طبعا احنا العرب ما شاء الله يعني اساتذه في الاكل ده. ولا السكريات ولا الحلويات ولا المعجنات ولا الخبز اللي هو العيش ولا الزيوت النباتيه ولا الدهون ولا المشروبات الغازيه. هتقول بتاكل ايه يا حاتم؟ انا باكل ايه؟ اللهم صل على النبي. الخضروات، سلطات، فواكه. واكل اللي عامل صايم عملت شرب. لسه بقى هعمل السلطه بعد شويه، وهصور لايف الساعه 6. خش على التيك توك يا جماعه واسالوا اي سؤال. انا هقول انا وصلت للسلام النفسي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وصلت للسلام الداخلي، وصلت للطمانينه، بقى عندي القوه الامنيه داخلي بقى جوه. لان اهم حاجه ان انت تبقى عندك قوه داخليه، ده مهم جدا. توصل بدل جوه في امن، وصلت السلام الداخلي، بره لو حصل ايه مش هيأثر عليك. فدي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، خالي من جميع الامراض. وانتم شايفين جسمه محيط وسط 78، اقل من محيط نص ستات. يعني السيدات المثالي الالمان بيقولوا هنا المثالي 80، انا 78. وزن 72 وانا طولي 182، المثالي 82. والنشاط بنام 4 ساعات. وانا اتحدى اي حد في الدنيا، دكاتره علماء اي حد، انا بقول مفيش مرض. وفكره عندي يا جماعه والله العظيم نوفر مستشفيات ونوفر معدات ونوفر اطباء ونوفر ادويه. الادويه بتدمر جسم الانسان، الدكاتره عارفين كده. الدكاتره عارفين كده، اللي بيطلعوا يعملوا بيزنس ويطلعوا على اليوتيوب والبتاع عارفين الكلام ده. عاملين بيزنس سبوبه. قليل اللي تلاقي دكتور محترم وعارف ربنا، مع احترامي للجميع يعني. معايا؟ عارفين ده بيجيب فشل كلوي وبيدمر الكبد وبيدمر جهاز المناعه. احنا جهاز مناعه، احنا جهاز مناعه. لو كان الاكل صحي زي ما نمت بدري، انا بنام بدري واصحى بدري، بنام 4 ساعات. نام امبارح 4 ساعات، واول امبارح 5 ساعات. بنام اقصى حاجه 6 ساعات، 6 ساعات بنام. تمام؟ ونشاط وحيويه، وعامل حركه ما حدش مصري عملها في المانيا. بمشي حافي، يعني بمشي حافي، بروح الشغل 5 كيلو وباجي 5 كيلو يوميا، وبعمل لايف. بعمل لايف وانا رايح الشغل الصبح. تمام؟ وبجري سبت وحد وبعمل لايف. وحتى بروح بلاد في المانيا كده الايام دي في المجهول، اروح محطه قطر اركب قطر. يعني عامل ثوره على المالوف، مش الروتين هو وكل حاجه، ولا بعمل تغيير، بعمل حاجات ما حدش عملها. كنت الوحيد المصري برضه في المانيا عملت صيام الميه، ما كانش حد عمل. دلوقتي بقى على اليوتيوب بقى كله بقى بيعمل، الله اعلم جابه منين. تمام؟ انا بقالي 20 سنه بعمل الموضوع ده، والحمد لله شباب وطاقه وحيويه. يعني ما بقولش ما فيش مرض. اتحدى اي دكتور واي عالم يدخل لي على اليوتيوب او التيك توك يقول لي كلامك غلط، وانا بقول انا عارف انا بعمل ايه. لان انا بتعامل مع الالمان هنا دكاتره، واحضر معاهم محاضرات وبقرا، يعني في وعي، عنت واعي، عنت واعي وعندي ثقه. انا امبارح بقول امبارح قبل كده الدكاتره هاجموني عشان بعمل صيام الميه، وقفلت القناه قبل كده، مع ان العالم كان عارف صيام الميه. مين اللي انا؟ ما كانش حد عارف صيام الميه خالص.
ودلوقتي عملت تجربه جديده بمشي حافي والناس بتهاجمني. انا مستمر، انا مستمر. قرار يعني خدت فكره جت في دماغي، قرار وفي ثبات، تمام، وتركيز واستمراريه ان شاء الله. ما حدش يأثر عليا خلاص. يعني الناس تخش حافي تمشي حافي تعمل، انا خلاص وصلت. وهنا حتى في المانيا، سمعوني وزاره الصحه قلت لهم ني في دكرانك، انا مش هتعمل. عمل معايا عقد بلا بنجوزات، يعني الراجل ده هيبقى بصحته خلاص. عملت عقد معاه انا مش همضي، الحمد لله، تمام. والصحافه علمت، عملوا معايا لقاء حطيته حتى على التيك توك، وقعدوا معايا وجابوا طلعوا في الجريده. لان انت دكتور نفسك يا جماعه، انت دكتور نفسك. انا بقول الفكره دي بتاعت العالم العربي كله. احنا مش محتاجين دواء ولا محتاجين دكاتره الا الضروره، والله العظيم. اهم حاجه يا جماعه التفكير. التفكير مش مشكله، لو فعلا تجدد افكار دي، تجدد حياتك هتتجدد. فحاول الافكار دي، الافكار ان هي افكار بتيجي على المشاعر، واحنا المشاعر ده ايه؟ ميزان الحراره بتاعنا. احنا عباره عن مشاعر. فانت الواحد لو اهتم بصحته وراقب نفسه، يعني انا حاتم مش واحد اتنين معايا، انا مع حاتم لازم كل يوم اقعد معاه واكتب حاتم عامل ايه، وانا حاجه جوايا واثق منها، واثق من نفسي الحمد لله، وفخور بحاتم وبحبه وحنين عليه، واخد بالي منه قوي، واخد منه مراقبه 24 ساعه اونلاين كده 24 ساعه. لا بعد، وعامل انا فعلا عهد بيني وبين نفسي. يعني في عندي مبادئ معايا، ده ماشي كده وكاتب المبادئ، ده حاتم كذا ده صح وده تمام كده. لان الانسان لازم يكون صادق مع نفسه ومتصالح مع نفسه. هتعيش في جنه، هتعيش في جنه. وتراقب مشاعرك، المهم عندك اداره المشاعر. بره بقى مش دعوه، اللي بيحصل ماليش دعوه. المهم انا بعرف ما حد اتخلق مهما كان مين ياثر عليا، وانا مستمر واثبت للعالم كله مفيش حاجه اسمها مرض، مفيش حاجه اسمها شيخوخه، تمام. مفيش حاجه اسمها غربه ليه؟ ما انا بقالي 31 سنه في المانيا ما حسيتش بغربه ليه؟ عشان بحب حياتي وبعيش اللحظه، بستمتع، بعيش يومي بيومه، ولا افكر في امبارح ولا بكره. النهارده الخميس عايش الخميس، امبارح راح معرفوش خلاص الله يرحمه. بكره في علم ربنا، ما اقدرش اعمل حاجه، انا ما اقدرش اعمل حاجه، مش كده ولا ايه؟ مش هقدر اعمل حاجه. فالحمد لله زي ما انتم شايفين اهو، حتى من صيام الميه شغل بشري، ولا محتاج اعمل شد وش، ولا محتاج اعمل تجميل، ولا اعمل اي حاجه، وادي الجسم الواحد، ولا اعمل ربط بطن، ولا اعمل حاجه. والحمد لله العضلات موجوده. اللي كان الدكاتره يقولوا اللي بيعمل صيام الميه ومش عارف ايه عشان يداوم، الناس يعني غلابه بياخدوا دواء. خش يا جماعه على التيك توك، وانا اتحدى اي انسان يدخل على التيك توك ويقول لحد انت غلط. انا عندي معلومات وتجربه شخصيه، ركزوا معايا، تجربه شخصيه. واسمعوني يا جماعه، مش اسمعوني كمان، انصتوا لو سمحت بقلبكم. اسمعوا بجد، انا عندي الفكره دي وماشي، هثبت لنفسي والالمان كمان. يعني الالمان انا هثبت لهم احنا المفروض، ولا جسمنا ده ربنا خلقنا في احسن تكوين، ما نمرضش. ممكن الناس تمرض، ليه؟ لان مش معترف بصحته، بس انا بقول مفيش مرض، انا بقول مفيش مرض، ومصمم على كلامي. لو اهتمينا بصحتنا، واهم حاجه الحاله النفسيه، وبقى هادي كده، تشرب ميه، تلعب رياضه. مهم الرياضه، نوم بدري وصحى بدري عشان هرمون الميلاتونين، تمام. وتقوم بدري كده الصبح هرمون السيروتونين يشتغل. الهرمون تشتغل، احنا جوانا خلايا يا جماعه، كل ثانيه 7 مليون خليه، يعني في اليوم 600 مليار خليه وبتتجدد. ولما بتصوم الخلايا القديمه بتموت، ركزوا معايا، وبتيجي خلايا جديده. سبحان الله، حاجه ربانيه. ما نعملش حاجه، هنعمل ايه؟ المعده شغاله وكله شغال اوتوماتيك رباني، وجسمك بيتغير كل 11 شهر، كل 11 شهر جسمك بيتغير، يعني بتتولد انسان جديد. الزعل والضغط والقرف والستريس ده بيتعبنا، طب ليه؟ والحقد والكره ليه؟ ليه بقى؟ وانك بقى زي ما بنقول حب وامتنان، وتفتح قلبك للحب 24 ساعه وتحب كل الناس. ما انت لما تعطي حب هيجي لك الضعف، والله العظيم، والله ما هو قانون الذبذبات كده. انت لما حتى لو في كره هيجي لك كره اكتر. لو عندك مشاغل انت السبب، انت المسؤول عن نفسك وحياتك. وضحكوا علينا قال اللي بيحب نفسه اناني بالعكس، ده انت لما تحبي نفسك، ما فقد الشيء لا يعطيه. انت بتحبي نفسك تعرف تحبي الناس وتهتم بصحتك. ما هي الصحه دي وقدامكم. بجري عندنا في مصر اللي عنده 50 60 سنه، يا ركبي، يا ظهري، يعني الحمد لله الواحد يعني بيجري ورياضه
وحديد وبعمل ايدي لغايه الارض ويعني وبلعب ولا بروح جيم ولا بعمل حاجه، بروح بعمل رياضه في الهواء الطلق في الطبيعه، في الطبيعه والهواء، اتنفس، التامل. تمام، ده مهم جدا التامل يا جماعه، والتنفس النفس الصح، والاكل الصحي يا جماعه. انا باكل وجبتين في اليوم، بعمل اللي هو الصيام المتقطع، وجبتين، واحده الظهر واحده الساعه 7 معايا، وبينهم ما باكلش ولا بشرب ميه مع الاكل ولا بشرب ميه قبل الاكل. يعني قبل بشرب ميه ما بشربش، يعني ساعه الا ربع خلاص ما اشربش ميه، وبعد الاكل نفس الموضوع، وبعد الغدا بتمشى، وما باكل بالليل الوجبه الثانيه بمشي، والاكل اللي انا قلت لكم ما باكلوش. وفي جزيره يا جماعه في جنوب اليابان، تمام، كنت انا الوحيد اللي عرفت الموضوع ده، واسمها الدكتور يعني مشهور ما شاء الله عليه وعنده كام مليون واحد، وقال كتبت له قلت له يا دكتور انا يعني جزاك الله خير، على فكره انا عارف البتاع اللي وانا كتبتها قبل كده، شال البوست بتاعي. ايجو، ما يمشيش حتومه صحيح انا مش دكتور، بس الحمد لله يعني الحمد لله هوصل للي انا عاوزه، لان حطيت الفكره في دماغي. تمام، انتوا بتشتغلوا بيزنس وفلوس وعايزين فلوس، انا مش عايز حاجه، ولا عايز من اليوتيوب حاجه ولا عايز من تيك توك حاجه، تجاره مع ربنا، هموت مش هاخد حاجه معايا. اللي عمل الناس تدعي لي، دي اللي عندي بالدنيا كلها، الناس تدعي لي مش عاوز حاجه، الحمد لله صحتي كويسه، قاعد في بيتي وعندي اكل، عاوز اكتر من كده؟ الحمد لله الحمد لله، لان احنا عند ربنا، والواحد قلبه نظيف. بيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسال رسول الله من افضل الناس؟ قالوا ايه؟ قالوا اللهم صل كل مغموم القلب صدوق اللسان. فلو رسول الله صدوق اللسان احنا عارفين، طب مغموم القلب مين؟ قال القلب نقي تقي، ولا في غل ولا في حقد ولا في كره ولا في حسد، الحمد لله. فهو كده الانسان يكون قلبه نظيف هيبان شباب، وهيلاقي حالته النفسيه كويسه، لان جواه خير. يعني لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله من قلب سليم. والواحد حتى يا جماعه عنده كلمه حلوه يقولها، يعني مش على التيك توك او اليوتيوب ناس تشتم وتطلع. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول سديد كده يكون في حب وفي سعاده وفي سلام وفي امن. والرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او مش بعض بيشتموا في بعض ويعيفوا بعض، وده زعل منه يفضحه. ايه يا جماعه نسطر، وكله يقول لك خش واعمل والعب واعمل ومش عارف ايه، وخش على التيك توك تاخد فلوس عايز اقول. طب عملتوا ملايين هتستفيدوا بقى ايه؟ هنروح لربنا نقول يا رب احنا معانا ملايين وعندنا كام واحد مشترك؟ ناس عايشه غلط وفاهمه الحياه غلط وبيناموا غلط وعايشين غلط في غلط، كله بيضحك على بعضه. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، وربنا يرحمنا برحمته يا رب. انا يا جماعه اشتركوا في القناه. انا طبعا ما بعملش كتير على اليوتيوب لان الصراحه ما بلاقيش فيه تفاعل، اكون صادق يعني، اكون صادق معاكم، عشان كده ايه شغال على تيك توك يوميا، الناس بتتفاعل الناس بتبعت. اما اليوتيوب بالعكس، مع اني عامل اكتر من 500 فيديو وبتكلم، انا بتكلم يا جماعه كلام تجربه شخصيه، يعني مش بألف كتاب ولا بترجم كتاب ولا بقول انا مش عارف دارس مش عارف بقول تجربه شخصيه، ولا انا شبه ممثل ولا شبه مش عارف مين، ولا بقول اعملوا انا مش عايز حاجه، انا بقول فكره ليكم عشان تبقى صحتك حلوه خالي من جميع الامراض، تبقى الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى سعيد ومبسوط لو طبقت اللي انا بقول. بس انا مش هغير حد، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير نفسه. اللي عاوز يتغير هيتغير لوحده، انا عليا بس اقول ارشد وبس، ويعلم الله سبحانه وتعالى. يا ريت توصل يا جماعه. عايزكم بقى تشتركوا في القناه، وعايز يعني تقولوا وجهه نظركم، وانا عايز دكاتره، يا ريت اتمنى من الله سبحانه دكاتره وعلماء يخشوا هفيدكم. انا عايز اوفر للحكومات العربيه مستشفيات معايا ومعدات طبيه ودكاتره وادويه. طب انا اقول حاجه لو سمحتوا، يعني ركزوا معايا، احنا عاوزين دكاتره ليه؟ عشان نعالج المرضى صح؟ انا بقول احنا مش عايزين الناس تمرض، احنا لسه نستنى ان الناس تمرض وبعدين دكاتره يعالجوهم، احنا مش عايزين يمرضوا يبقى مش عايزين دكاتره. عايزين واحد حتى في المدارس نخلي عندهم اداره المشاعر، الطاقه، ازاي يبقى ايجابي، ازاي يهتم بصحته، نخلي الطلبه يلعبوا كوره. زمان كان في المدرسه بيخلينا حصه للعب الكوره، كره القدم، والتغذيه يجيبوا ناس دكاتره بتوع تغذيه ياكلوا اكل صحي عشان الاولاد في المدارس او في الجامعات ازاي يبقى انسان ايجابي ويعرف يحل مشاكله. مش يا فرحتي لازم احنا عندنا بقى روتين، تخش يا ابني من ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين جامعه وتطلع وتشتغل وبعدين تتجوز، ويفضل بقى يخلص ياخد شهاده فيها 100 ولا حاجه، المهم قدام المجتمع قدام الناس
انا معايا شهاده، انا بس عملت ايه يا ابني ولا حاجه. ممكن يروح يشتغل شغل غير تاني، ضيع عمره بقى، وياخد 6 في 6 في 36 عدد مش عارف يقول لك سكان مصر مش عارف قد ايه، طول نهر النيل قد ايه، عاصمه. هنستفيد من الحاجات دي؟ مش عارف الصراحه. يا ريت يعني نغير سياسه التعليم في الدول العربيه، وقبل ما نغير من نفسنا يا ريت. حلو الوعي، الانسان يكون واعي ومدرك هو عاوز ايه وعايش ليه، ونستمتع بحياتنا يا جماعه يا ريت، ونحب بعض. ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان عملت يعني شدها مع ايه؟ ما قالش بقى يا ايها المسلمون ولا يا المصريون ولا ايها الناس. ايها الناس يعني احنا كلنا اهل، كلنا مهما كانت الجنسيه مهما كانت الديانه كلنا اهل. واكرمكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كل انسان تقوى. يا ريت تفسروا الايه دي يا جماعه، يا ريت يا ريت نفسر الايه دي. والا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله. اشتركوا يا جماعه عشان بعد قليل اعمل لايف في تيك توك. خش على التيك توك يا جماعه باسم حاتم مازن، برضه بعمل لايف. شوفوا الفيديوهات اللي عملتها، تمام؟ بفضل الله سبحانه وتعالى عامل تجارب شخصيه، دي تجارب شخصيه عليا انا. الحمد لله نشاط، رشاقه، مش محتاج دكتور ولا محتاج شد بطن ولا محتاج تجميل ولا محتاج مش عارف ايه ولا كله كلام ده كفتش، كله كلام فاضي وجهه نظري انا واتضحك علينا. يلا الحمد لله رب العالمين. مش هناخد منها حاجه، احنا اتولدنا مش معانا حاجه وهنموت مش واخد حاجه، مش هناخد معانا حاجه. مش عارف الناس زعلانين ليه ومتضايق ليه وتعب نفسيه ليه عليه مش عارف، وحقد وكره وفلوس واجري طول احنا ودينا في داهيه. يلا كله خير، كل الحمد لله. الحمد لله هو الامتنان، ولئن شكرتم لازيدنكم. ربنا قال كده. الحمد لله رب العالمين. انا بقول اهون وبقول للعالم العربي كله، كل العالم العربي مفيش حاجه اسمها مرض، تمام؟ وبزياده كمان مفيش زعل وداعا للزعل والغضب والحزن والالم. مش عارف حد مات ليه؟ عادي، راح لفين؟ راح لربنا. احنا ليه احنا اتبرمجنا يا جماعه من اعلام الله يسامحنا ما نتفرجش على التلفزيون نهائي. والله ما اتفرج معلش طول شويه، اتفرج على التلفزيون نهائي ولا اعرف اي اخبار المانيا ولا مصر ولا اعرف ايه دولة، مش عايز اعرف. انا اعرف نفسي بس. انا اشوف احسن نسخه من حاتم، تمام؟ شغال على حاتم بقى. حاتم ده هو حبيبي وعايش لوحده، يعني لوحدي ولا حاسس بغربه ولا حاسس بوحده. ما عنديش وقت كله ايجابي، سواء في الشغل سواء في البيت، وصايم وجاي مشي ورايح مشي واشتريت حاجات وجيت طبخت ومسحت ووضبت البيت لوحدي، واعمل لايف وقريت كتاب، قعدت نص ساعه على كتاب وعملت تامل، تمام؟ وكل ده الحمد لله. ما فيش وقت، مش تمثيليه وماتش وقيل وقال وامسك التليفون، كلام فاضي وتضييع وقت. واليوم بيعدي، ناس عايشه وميته وناس يعني الا ما رحم ربي. الله فوق بقى يا عرب، فوق بقى يا جماعه، فوق يا جماعه. والله العظيم الناس بتموت ومش استمتعتش بحياتها وبتموت نفسها. والله هي اللي بتموت نفسها، والله العظيم هم بتموت نفسهم بنفسهم. فانا بقول لكم نصيحه لوجه الله، اهتموا بصحتكم، اهتموا بصحتكم وحبوها، اهتموا بنفسكم وحبوا نفسكم، وكونوا لطيفين معاها اقعدوا معاها وكلموها. شوف انت مرتاح مع نفسك، يعني انت سامع انت مرتاح بس تعبانه ما اعرفش ليه. الحمد لله رب العالمين. اصل كلامي هتكلم كلام هيجيب كلام لان جوايا طاقه تكسر الدنيا. الحمد لله. كلمه انت المسؤول عن نفسك، كل اللي بيحصل لك انت السبب. دي انا وصلت له. يلا لا اله الا الله. السلام عليكم.